مفيش حاجة اسمها واحد بيشتغل عندنا، اسمها بيشتغل معانا. الناس دي ربنا سخرنا ليهم وسخرهم لينا. الكلام ده من أهم أقوال الحاج محمود العربي، شهبندر التجار اللي طموحه ملوش حدود. ولا أقول لكم تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. أهلا بيكم، أنا علا أبو السعدات وبرنامج عين. في قرية أبو رقبة التابعة لمركز أبو أشمون في المنوفية، وتحديدا في 15 إبريل سنة 1932 اتولد محمود إبراهيم العربي. والد محمود اللي هو الحاج إبراهيم العربي كان فلاح ومزارع، والكل بيشهد له بصدقه وإخلاصه وأمانته. ووالدته كانت اسمها هانم، وهي هانم في أخلاقها وطباعها. هانم كانت متجوزة قبل كده وجوزها توفى، وكانت معاها من جوازتها الأولانية 3 أولاد، وبعد كده اتجوزت الحاج إبراهيم العربي وخلفت منه 3 أولاد كمان، وهم محمد ومحمود وعبد الجيد. وعاشوا كلهم في بيت واحد، بيت كله حب وإخلاص ومبادئ كمان. محمود إبراهيم العربي ما دخلش مدارس على فكرة، ولكن وقتها كان النظام إن الأطفال بيتعلموا في الكتاب، وهو عنده 3 سنين تقريبا اتعلم كتير في الكتاب، الإخلاص والأمانة وإزاي يفرق بين الحلال والحرام، وكمان حفظ القرآن الكريم كله. المهم محمود العربي وهو تقريبا عنده 6 سنين، وكان في شهر رمضان جات له رغبة شديدة انه يسيب حياة الدلع واللعب مع العيال ويحاول يعمل اي حاجة علشان يكسب من عرق جبينه. فراح لاخوه قال له انا عاوز اشتغل واكسب زيكم، بص انا وفرت 30 قرش اشتري لي بيهم شوية بلالين وبومب وحرب ايطاليا، اهو احطهم فوق المصطبة اللي قدام بيتنا وباعهم في العيد. وفعلا اخوه جاب له اللي عايزه، وفي العيد باع البضاعة كلها وبقى معاه 40 قرش بحالهم. طبعا فرح جدا، عرف يبيع الحاجات بأكتر من سعرها وحقق مكسب كمان. ومن وقتها وقع في غرام التجارة والبيع والشراء، وما راحش بقى لعب مع العيال في العيد وبعزق الفلوس اللي كسبها، لا قرر يحوشها لغاية عيد الأضحى، وكرر العملية تاني واشترى بضاعة وباعها وكسب منها. والعملية دي دخلت دماغه قوي، وفضل على الحال ده 4 سنين لغاية ما كسب مبلغ مش بطال. وهو عنده 10 سنين تقريبا قرر يسافر على القاهرة ويشتغل. كانت نقلة كبيرة وخطيرة جدا، طفل صغير ما عندوش خبرات في الحياة هيروح القاهرة الواسعة علشان يشتغل. المهم أول مكان اشتغل فيه كان في مصنع عطور في الموسكي، وكانت كل مهمته إنه يقفل أزايز العطور بالفلة وبس. على كده محمود العربي كان متأكد إن إمكانياته أكبر من كده بكتير، فما قعدش في الشغل ده أكتر من شهر، ولقى شغل تاني عند واحد اسمه عبد الرازق عفيفي، كان في الحسين وبيبيع خردوات ولعب أطفال رخيصة وكمان سجاير، وقال له هيديله مرتب 120 قرش. وده كان بداية المشوار، لأن الحاج عبد الرازق أو الحاج رزق علمه أول وأهم قاعدة في التجارة: اكسب قليل بس بيع كتير. ابتدى محمود العربي يتعرف على التجار ويشتري بضاعة ويبيعها، والعملية ماشية واتعلم كتير فعلا، وكان بيحب شغله قوي عند الحاج رزق. وعم رزق كمان كان واثق فيه وتقريبا مسلمه كل حاجة، لغاية ما تحصل المفاجأة. في مناسبة مولد سيدنا الحسين كان الشغل كتير جدا جدا في المحل، وفضل محمود العربي يشتغل ليلة كاملة من غير ما يرتاح من كتر الزباين. وفي اليوم التاني وصل عم رزق على الظهر كده، وعرف ان محمود العربي ما نامش طول الليل والمحل ما اتقفلش اصلا، غير ان الارباح كانت كبيره جدا جدا اليوم ده. الصراحه توقع محمود العربي ان هياخد مكافاه على المجهود الكبير اللي قام بيه، ولكن اتصدم لما ده طبعا ما حصلش. وكل اللي عمله عم رزق انه طلب منه يروح يرتاح شويه وبس على كده. وكانت نتيجه الصدمه والزعل من الموقف ده ان محمود العربي قرر انه هيسيب الشغل عند عم رزق ومش هيشتغل تاني معاه ابدا. وسابه فعلا بعد شغل معاه حوالي 7 سنين. ابتدى بمرتب 120 قرش ووصل فيه لغاية مرتب 320 قرش. ورب ضارة نافعة، لأن محمود العربي ابتدى يدور على شغل تاني في محل أكبر بيبيع بقى بالجملة، وطبعا خطوة كانت مهمة وهتضيف له خبرة جديدة عليه أكبر في السوق. وفعلا اشتغل عند الحاج عبد الفتاح أبو شليب صاحب شركة النصر للخردوات والأدوات المكتبية، ده طبعا في الموسكي، ولكن بالجملة. وكان مرتبه 4 جنيه، ووصل مرتبه لغاية 27 جنيه، وده مرتب على فكرة كويس جدا وقتها. قدر من خلال مرتبه يتجوز
ويكون أسرة، واتجوز فعلا في نوفمبر 1950 من السيدة هانم اللي كانت على اسم والدته، وكانت معرفة عائلية كده من قرية أبو رقبة. المهم سنة 1963 قرر انه يشتغل لحسابه بقى. كان في الوقت ده في صداقة قوية وتفاهم مع زميل ليه في الشغل اسمه عنتر عبد الوهاب، فاتفقوا يفتحوا محل خاص بيهم للأدوات المكتبية واللزوم المدرسية ويكونوا شركاء فيه، والاتنين كانوا بيكملوا بعض. محمود العربي خبرة كبيرة في الشغل قطاعي وجملة، وصديقه عنتر كان شاطر جدا كمندوب مبيعات. فكان علشان الحلم ده يتم كان لازم يدوروا على شريك ثالث يمولهم، يعني الشريك ده يكون عليه الفلوس ومحمود العربي وصديقه عليهم المجهود. وفعلا لقوا الشريك اللي هيمولهم بمبلغ حوالي 5000 جنيه، وافتتح محمود العربي أول محل باسمه في القاهرة في منطقة الموسكي سنة 1964. والشغل ابتدى من أول يوم بشكل مرضي جدا، والمؤشرات كلها كانت بتقول إنهم فعلا نجحوا وفي طريقهم لنجاح أكبر. ولكن تحصل المفاجأة، بعد يومين بس من افتتاح المحل وفي عز الشغل والنجاح يمرض صديقه عنتر مرض شديد، ومحمود العربي يشيل مسؤولية المحل لوحده، وقدر يحقق أرباح كبيرة في وقت قصير جدا. وكل ده بسبب طبعا أمانته وإخلاصه وعلاقته الكويسة كمان مع التجار والزباين. المهم بعد حوالي سنتين ابتدت المشاكل تحصل طبعا، لأن الشريك اللي هو صاحب رأس المال كان عايز يخرج عنتر اللي هو الشريك المريض من الشركة دي، ولكن محمود العربي رفض تماما، وبسبب رفضه حصلت مشاكل كتير جدا بينهم. ومحمود العربي قرر انه هيفضي الشركة دي خالص، واشترى محل تاني سنة 1967 وبقى عندهم محلين، وخلى صديقه عنتر برضو شريك معاه. واللي اشتغل في المحل ده محمود العربي واخواته واولاد صديقه عنتر المريض. ونجحت الشركة برضو وبقت شركة مساهمة بلافتة باسم العربي، اللي كان اشتهر جدا في الموسكي بين الناس والتجار، وابتدى ينجح اكتر وصيته يزيد اكتر واكتر. ولكن لما أولاد صديقه كبروا قرروا يخرجوا من الشركة بإرادتهم، وتم تصفية الشركة بالتراضي. واشتغل بعد كده محمود العربي وإخواته، وابتدى اسم محمود العربي يكبر أكتر وأكتر في السوق. وأهم سبب إن الشغل كان ولا خلية النحل، كان ماشي زي الساعة، من الساعة 9 الصبح لغاية ما يقفلوا 10 بالليل. وتوسعوا كمان أكتر وفتحوا فرع في الصعيد، واللي مسك الشغل في الصعيد هو أخو محمود العربي اللي هو عبد الجيد العربي. والشغل كبر وما كانوش ملاحقين على الطلبات، كان ما شاء الله رزقهم واسع جدا شوية، وابتدوا يفكروا احنا ليه ما نصنعش اللي بنبيعه. وللعلم هي مش مجرد فكرة كده طارئة وخلاص، دي فكرة أخدت سنين، وكانت الأول مجرد أمل أو حلم كده، ولكن لما جه وقتها المناسب الفرصة اتحققت على الأرض. طيب ازاي؟ بسبب حظر الاستيراد في الوقت ده اتجه لتصنيع ألوان الشمع والخشب والفلوماستر والأحبار والبرجل المعدني والمساطر والمنقلة والكراسات والكشاكيل. وكان المبدأ الأهم من التصنيع في حد ذاته إنه يصنع اللي يعرف يبيعه. قدر يكتسح السوق حرفيا وعمل صفقات كتير ناجحة فعلا. المهم سنة 1970 حصلت أزمة كبيرة بسبب الحرب. كل موارد الدولة وقتها كانت متجهة للتجهيز للحرب ضد اللي ما يتسموش، واتوقفت مصادر تجارة الكشاكيل. حتى الأدوات المكتبية ما كانتش بتغطي التزاماتهم، وخصوصا كمان بعد ما وظفوا عمال كتير جدا الفترة دي. ولكن كان قرارهم لا رجعة فيه، إنهم مستحيل يستغنوا عن أي عامل إلا لو حصلت حاجة مخلة بالشرف والأمان. غير كده ما كانوش بيمشوا فعلا أي حد خالص مهما كانت في أزمة كبيرة زي الوقت ده. كان شلل تجاري كبير، ده غير طبعا الديون، وطبعا الإحساس باليأس اللي كان ممكن بسببه يقفلوا المحلات وينتهي نشاطه على كده. ولكن كان إيمانه بربنا أقوى بكتير، وده كان المفتاح. في عز الأزمة اتفتح باب أمل جديد. في الفترة دي ابتدى بعض التجار يدخلوا أجهزة كهربائية لمصر عن طريق السعودية وليبيا والكويت، وأهم الأجهزة هي الراديو كاسيت والتلفزيون. والماركات كانت من سانيوم وسوني وأيوا وتوشيبا. وقتها على فكرة توشيبا ما كانتش معروفة قوي كماركة. فطبعا محمود العربي انتهز الفرصة واتجه لبيع الأجهزة الكهربائية، وأرباحه زادت أكتر من بيعه للأدوات المكتبية وخلافه. والأزمة اللي كانت بتمر بيها محلات العربي ابتدت تتحل واحدة واحدة، بالرغم انه كان لسه ماشي على نفس المبدأ اللي اتعلمه لما كان تاجر صغير عند عم رزق، بيع كتير واكسب قليل. علشان كده كان اسم شهبندر التجار اللي طلع عليه بقى اسم على مسمى. المهم قامت حرب اكتوبر العظيمة سنة 1973 وانتصرنا والحمد لله، وابتدى عصر الانفتاح في عصر السبعينيات كده تقريبا، وتم تحويل كل اعمال شهبندر التجار محمود العربي لبيع الاجهزة الكهربائية
الوطنية ونجح جدا وأرباحه زادت، ولكن كان برضه في عقبات كتير وقتها، زي إنه مثلا اتعرض لعمليات نصب بسبب حركة التجارة الواسعة في الفترة دي، ولكن اللي جواه نضيف ربنا دايما كان بينجيه. المهم بعد فترة من الوقت والنجاح الكبير اللي حققه في بيع الأجهزة، غير طبعا الفروع اللي فتحها سواء في بورسعيد أو الصعيد، فكر وقال طيب ليه ما حاولش اخد توكيل شركة عالمية؟ ولكن سبحان الله اللي بيدور على الحاجة بإخلاص هتلاقي الحاجة بتدور عليه هو كمان. يشاء القدر ان الحاج محمود العربي يتعرف على طالب ياباني بيدرس في الجامعة الأمريكية اسمه أندو، وتعرف عليه لما كان الطالب ده بيزور الموسكي دايما علشان يدرس السوق المصري. طيب بيدرس السوق المصري ليه؟ لأن توشيبا كانت هي كمان بتدور على كيان تجاري مصري تقدر تتعاون معاهم. سبحان الله. المهم الطالب الياباني لما تعرف على شهبندر التجار محمود العربي حصل تآلف كبير ما بينهم، وكمان لمس امانته وشغله اللي ماشي زي الساعه، غير سمعته الطيبه وصيته الكبير في اسواق الموسكي كلها. فطبعا رشح مؤسسه الحاج محمود العربي لشركه توشيبا في اليابان انه يكون وكيل للشركه في مصر، وقال لهم انه افضل شخص ممكن يمثلهم في مصر. ولكن اقناع توكيل توشيبا بالحاج محمود العربي ما كانش سهل ابدا، فطبعا حطوه في اختبارات وجربوه في شحنات وعملوا له زيارات كتير ورفضوا في الاول، وفضلوا كده تقريبا سنه لغايه ما اخيرا شهبندر التجار محمود العربي بقى وكيل رسمي لتوشيبا. ده كان سنه 1975. ولكن الحاج محمود العربي ما سكتش على كده واكتفى بالتوكيل وخلاص، لا، سافر اليابان وشاف مصانع توشيبا وازاي الشغل ماشي هناك، وانبهر حرفيا بكل حاجه، وفكر انه يعمل مصنع في مصر. هو احنا مش قدها ولا ايه؟ وعرض الكلام ده على المسؤولين، وكالعاده كان الرفض حاضر في الاول، ولكن وافقوا بعد كده. وسنه 1980 جه القرار من شركه توشيبا اليابانيه على عمل مصنع ليهم في مصر بنفس شروط وترتيبات الحاج محمود العربي، وهو تصنيع 40% من المنتج في مصر لمده سنتين، وبعد كده 75% في السنتين اللي بعديهم، وبعد السنتين توصل ل 95%، وفي السنه السابعه يكون التصنيع المحلي 100%. وانطلقت شركه توشيبا العربي اخيرا. الحقيقه الحاج محمود العربي كان شهبندر التجار بحق، ورجل اعمال كلمه شاطره جدا قليله عليه، ولكن بالرغم من نجاحه الكبير ما كانش ليه اهتمام كبير بالسياسه، وما كانش حابب يدخل فيها اصلا. ولكن وقتها محافظ القاهره اتحايل عليه انه يدخل مجلس الشعب، وفعلا اترشح لمجلس الشعب باغلبيه كاسحه عن دايرته في دوره واحده بس، وبعد كده ما كررهاش تاني. بس تم انتخابه كعضو مجلس اداره للغرف التجاريه وامين للصندوق. ده كان سنه 1980. وسنه 1995 بقى رئيس لاتحاد الغرف التجاريه. الحاج محمود العربي كان راجل عصامي على حق، وبنى ثروته من عرق جبينه وبعد تعب واجتهاد، بس على فكره اكيد فشل احيانا، ولكن كان دايما عنده الحلول جاهزه. مهما يقع كان بيقف تاني بسرعه، لانه فعلا كان صادق ومخلص، وربنا دايما كان بيقف معاه. حصل الحاج محمود العربي على ارفع وسام ياباني، وهو وسام الشمس المشرقه، وده لجهوده على دعم العلاقات المصريه اليابانيه سنه 2009. واشاد بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان بسبب المجهود الكبير لدعم الصناعات الوطنيه، وكان سبب في تشغيل ايادي عامله مصريه كتير. ده شغل حوالي اكتر من 40,000 عامل ومهندس واداري في اكتر من 30 فرع في كل مصر، وبيصدر لاكتر من 60 دوله تحت شعار صنع في مصر. ولو حبيت اتكلم عن الاعمال الخيريه اللي عملها في مصر وفي قريته مسقط راسه، فده اكيد مش هيكفي فيديو واحد بس. من مواقفه الانسانيه مع العمال واهل قريته ابو رقبه في مركز اشمون، ومساعده البنات على الجواز، ومساعده المرضى، ودفع مبالغ شهريه للغير قادرين، وانشاؤه كمان للمعاهد الازهريه والمدارس الحكوميه لخدمه اهالي قريته باشمون، ووظف آلاف من أهل قريته في مصانع العربي. ومن الآخر كده عمره ما كان بيتأخر عن أي حد محتاج. المهم اتوفى الحاج محمود العربي في 9 سبتمبر سنة 2021 عن عمر 89 سنة، واللي شيع جنازته آلاف المصريين المحبين ليه ولسيرته والأعمال الخيرية كمان. وكده يبقى خلصت حكاية شهبندر التجار، رجل الأعمال العصامي الحاج محمود العربي. الله يرحم أولاد مصر الناجحين والشاطرين في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.